السلام عليكم ورحمة الله. ملك المغرب يستقبل البطلة المغربية العالمية نوال سفندلة داخل القصر الملكي في حفل تكريم استثنائي بحضور الأمير مولاي الحسن والأميرة لاله خديجة والأميرة لاله أسماء، ويمنحها وسام العرش الملكي تقديراً لإنجازها التاريخي غير المسبوق بعد أن أصبحت أول امرأة مغربية وعربية تنجح في تسلق أعلى قمم العالم إيفرست ولوتسي، وترفع العلم المغربي عالياً فوق سقف العالم في مشهد آثار فخر وإعجاب الملايين. هذا الإنجاز العالمي جعل اسم المغرب يتردد بقوة في مختلف وسائل الإعلام الدولية، بينما حظيت البطلة المغربية بإشادة واسعة من شخصيات رياضية وإعلامية بارزة اعتبرت ما حققته مصدر فخر لكل المغاربة والعرب. شاهدوا معنا ماذا حدث خلال هذا التكريم التاريخي داخل القصر الملكي، وكيف استقبل ملك المغرب البطلة نوال سفندلة بعد عودتها من رحلتها الأسطورية. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخوراً بالبطلة المغربية نوال سفندلة وبإنجازاتها العالمية، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.